اخواتي اللي في ثالثه ثانوي وكده. الناس اللي هتقول لك اللي بيذاكر في ثالثه ثانوي ما بيوصلش وبتاع وسماعات وغش والى اخره. صدقني انت المفروض تعمل اللي عليك، بس الباقي ده بتاع ربنا. النتائج دي بتاعت ربنا. نصيبك لو نصيبك في اي حاجه انت هتخشها والله هتنولها من غير اي حاجه. ماشي. فما تخليش واحد او ما تخليش الشيطان يقول لك ده سماعات وبتاع وهيذاكروا وربنا هيساويك ما فيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. صدقني انت هتتعلم حاجات حتى لو لا قدر الله ما وصلتش للحاجه اللي انت عاوزها. بس صدقني ربنا هيطيب خاطرك وهيجبر بخاطرك عشان انت عملت اللي عليك فقط. ربنا استحاله هيسويك بالناس اللي ما تعبتش. استحاله 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 ربنا هيسوي واحد تعب وذاكر وعافر وعمل اللي يقدر عليه واللي باستطاعته، وكان قاعد طول السنه يذاكر ويتحدى نفسه وصرف مصاريف ويصحى من احلى نوم عشان يذاكر. ربنا مش هيسويه بواحد كده دخل من سماعات وبتاع وكلام. صدقني والله عمرها ما تحصل. وصدقني عمرك ما تتساوى بيه في اي حاجه. هو هيخش كليه وبتاع، بس صدقني انت هتبقى احسن منه في حاجات كتير. هتبقى خبير عنه ومتعلم عنه حاجات كتير جدا. مش لازم يكونوا نفس الطريق اللي انتوا تمشوا فيه، بس انت هتبقى مميز في الطريق اللي انت هتخش فيه. ربنا عارف ان الخير ليك وعارف الحاجه اللي انت هتحبها وعارف الحاجه اللي انت نفسك فيها. مش انت مش عارف مصلحه نفسك. صدقني ربنا بيجبر بخاطرك وبيطيب بخاطرك وربنا مش هيساويك بيه. طب ما تخليش الشيطان يلعب في دماغك ويقول لك ايه بقى، ده سماعات وغش وبتاع وكده كده ما حدش بيوصل للي هو عاوزه وبتاع وظلم وي وي والكلام ده، وتخلي الحوار ده سبب انه يوقفك او انه يقعدك ما يخليكش تذاكر او يخليك تتحدى نفسك والكلام. الشيطان او عقلك عاوز يستريح، مش عاوز يذاكر، مش عاوز يتعب نفسه. عاوز دايما عليه ضغوطات، مش عليه حاجات ملزم ومجبر انه يعملها. المذاكره بتضغطك جدا، بتخليك تتعلم حاجات كتير جدا في نفسك، بتخليك تفهم عقلك، بتخليك تفهم نفسك، تفهم حاجات كتير جدا ما كنتش هتتعلمها لولا المذاكره والضغط اللي انت فيه ده. فصدقني ما تضحكش على نفسك وتقول اللي بيذاكر ما بيوصلش وي وي والكلام ده. اللي بيذاكر ربنا بيكرمه في الاخر. اللي بيذاكر وبيعمل اللي عليه ملوش دعوه بالنتائج دي. النتائج دي بتاعت ربنا. ربنا بيكرمه والله في الاخر، وربنا بيطيب بخاطره كده. فما تضيعش وقتك وتضيع حياتك عشان ما تندمش. ما تقولش يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت سويت، ده فلانه كانت بتذاكر زيي واقل مني واقل مني ودخلت مش عارف ايه اللي هي عاوزاه والكلام ده. لو انا كنت سكرت ده كان زماني دخلت. وتفضل ندمان طول حياتك. انت في غنى عن الكلام ده. حاول مره واثنين وثلاثه ومالكش دعوه. النتائج دي بتاعت ربنا، وان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب. السلام. ثانوية عامة 2026. لسه حاصل معايا موقف دلوقتي، عايز احكيه لكم علشان انا متأكد ان هو هيفرق معاكم كلكم. كنت فاتح لايف من 10 دقايق او 5 دقايق تقريبا. في حد في اللايف ده قال لي ان هو اتفرج عليا او شاف فيديو ليا السنة اللي فاتت. هو كان مكانك السنة اللي فاتت، شاف فيديو ليا وقال ان هو فرق معاه في وقت هو كان واقع فيه. فانا اتبسطت. اللي بسطني اكتر بقى اللي انا هقوله دلوقتي. فسألته هو دخل كلية ايه او هو فين دلوقتي. قال لي ان هو في اسنان. قال لي اسنان ايه بقى؟ اسنان عين شمس. ف... فانا بصراحة ما صبرتش ويعني انا ما لحقتش، انا لسه قافل اللايف دلوقتي وقلت اطلع اقول لكم الستوري دي. يمكن لعل او عسى تخلي حد هو دلوقتي مش قادر يقوم ويكمل. لان اقسم بالله الاحلام بتتحقق، واي حاجة بجد انت بتسعى ليها هي بتتحقق. صدقني انا بس مش عايزك غير ان انت تسعى وتبقى مؤمن وعندك يقين داخلي من جوه كده، يقين في قلبك ان ده هيتحقق، ان ده ربنا يعني حطه في دماغك علشان يكرمك بيه. هو بس عايزك تسعى، عايزك تحس بلذة الرحلة والتعب. يا جماعة التعب بتاع المذاكرة والتعب بتاع الشغل وكل الحاجات دي أحلى تعب في الدنيا بجد. عايزكم كلكم، أي حد واقع، أي حد بيتفرج عليا دلوقتي يكتب مسج في الكومنتس لنفسه ويجي يشوفها السنة الجاية بعد الامتحانات أو بعد النتيجة، يجي يشوفها ويقول لي هو عمل إيه. بس انا الحاجات دي بتبسطني جدا، وانا بعمل كونتنت علشان كده. انا بنزل لكم فيديوز علشان انا اشوف الحاجات دي، علشان واحد يجي يقول لي ان انا قلت كلمة اثرت فيه، قلت كلمة خليته يقوم يكمل. بس انا ما بعملش، يعني انا بعمل كل ده عشان كده.
اتمنى اشوفكم كلكم بخير. يلا باي باي. السلام عليكم. في الفيديو ده هقول لك ازاي تذاكر وتجيب مجموع، مش تذاكر وما تجيبش مجموع. ما تبقاش زي الشخص اللي انت عارفه، اللي انت كل ما تيجي تذاكر تفتكره وتفتكر ان هو ذاكر وما جابش مجموع، فتقول انا ممكن اذاكر وما جابش مجموع. ركز معايا، لو وراك اي حاجه حرفيا سيبها وركز في الفيديو دوت. يعني خليني اقول لك، اعمل في نفسك جميله واتفرج على الفيديو ده. الشخص اللي بيجيب مجموع مش الشخص الاكتر مذاكره. اكيد قابلت ناس كانت بتاكل الكتاب 24 ساعه قاعده على الكتاب، بس ايه بقى اللي فرق وايه اللي خلى حد يجيب عن حد؟ اول حاجه لازم تبقى عارفها ان الامتحان بيسالك في اللي انت عارفه، مش قد ايه انت ذاكرت. ممكن واحد يبدا دلوقتي، واحد يبدا بعد شهر زي حالاتي ويجيب اعلى مجموع، وحد تاني يبقى قاعد بيذاكر طول الوقت وما يجيبش. كلها توفيق ربنا طبعا، بس في شويه حاجات جنب المذاكره لازم تبقى انت قوي جدا فيهم. اول حاجه مهاره الحل. انك بتذاكر كتير مش معناها انك بتحل كويس. تاني حاجه الوقت. اداره الوقت، انك تاخد بالك انك بتحل عدد معين من الاسئله في وقت معين. لازم تبقى واعي كويس قوي للوقت، تعرف تحل بسرعه، تعرف تنظم الوقت. لو في سؤال انت ما عرفتوش، في سؤال عايز تفكر فيه شويه، فتعرف تاخد بالك ان في اسئله تانية، تعرف تنظم الدنيا ما بين دي وما بين دي. الحاجة الثالثة انك بتعرف تتعامل مع التوتر، توتر اللجنة، توتر المراقبين، توتر اللجنة ذات نفسها، الهرجلة، الكلام ده كله، توتر ورقة الامتحان نفسها. لازم تبقى ريلاكس على قد ما تقدر، تبقى فاهم انك بتحل، مش في اخر الدنيا ولا في اي حاجة. هبقى اكمل بعد الفطار بقى. يلا سلام عليكم. على فكره، انا شخصيا انا مش هبكي عليك، والناس اللي في الشارع مش هتبكي عليك، والمدرسين التانيين مش هيبكوا عليك. اللي عايزك تتعلمه ان انت تدور مصلحتك فين وتمشي وراها. انا بقول الكلام ده دايما، انا دايما بقول الكلام ده كل حصه. انت بتجي الدرس بتفهم مني تحفه، ما بتفهمش مني ما تجيش. تلاقي حد يقول لك كده، تاجي بتفهم تحفه كمل، ما بتفهمش ما تجيش. طبق الكلام ده على باقي الدروس، مش على احياء بس. اصل انا بعز دكتور زياد، لا ما تعزنيش. ده حياتك وده مستقبلك، انا مش همتحن معاك. لو انت شايف ان انا بفيدك كمل، ما بفيدكش اقعد في البيت. انت اولى بوقتك. الفتره دي من الثانويه العامه اخطر فتره واصعب فتره هتعدي عليك. كل ما بنقرب ناحيه الامتحانات توتر وقلق بيزيد، وبتبقى اصعب فتره. والله ما هتجيب مجموع لو بتعمل كده. الغلطه دي كارثيه وممكن تكون بتعملها وانت مش حاسس. في ناس بتسمع شرح الدرس كويس وتفهمه زي الفل، ويروحوا يذاكروه برضه كويس جدا، وتلاقيهم بيحلوا بتاع 5 اسئله بس وخلاص، او بيحلوا وبيسيبوا الاسئله اللي مش عارفينها او ما بيحلوش اصلا. المذاكره لوحدها حتى لو كنت فاهم كل نقطه في الدرس مش هتخليك تجيب حتى نص درجات الماده اخر السنه، عشان في ناس كتير بتكسر وبتقول لك هبقى احل في ليله الامتحان بقى وخلاص. غلط جدا والله يا شباب. ما تذاكرش اي درس الا لما تكون بتحل عليه وتحل كويس. ولو في دروس انت ما حلتش عليها قبل كده، فاسمع على الاقل شرح حل الاسئله بتاعتها، هتعرف الاسئله بتتحل ازاي، وفي نفس الوقت مش هتلاقي الدنيا تقيله على قلبك. بس كده ابعت الفيديو ده لصاحبك عشان ياخد باله من النقطه دي، وتاكد انك عامل فولو عشان بنزل حاجات تسهل عليك المذاكره وتفيدك.